تصدق ان في معبد بيعتبر اكبر مبنى ديني في العالم كله؟ معبد ضخم لدرجة انك لو حاولت انك تمشي حوالين منه محتاج ساعات. المكان محاط بالمياه ومخبأ وسط غابات، وكأنه مدينة مفقودة من عالم الاساطير. ايه حكايته؟ ايه قصته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. بس قبل ما نبدأ فزورتنا نعرف حل فزورة امبارح، وهي كانت ماتشو بيتشو. وانا بشكر كل اللي بحث واجتهد ودور وكتب في التعليقات الحل، له كل التقدير والاحترام مني. يلا بينا نشوف اسماء الناس اللي حلت وقالوا في التعليقات ايه. يلا بينا. قناة يونس ترافلر، يوتيوبر يونس قال ماتشو بيتشو تقع في دولة بيرو، بنيت في القرن الخمستاشر من طرف حضارة إنكا. سميت مدينة السحاب لأنها بتقع على ارتفاع أكثر من 2400 متر فوق سطح البحر، وغالبا ما تغطيها السحاب. اختفت قرون ولم يكن يعرفها العالم الحديث حتى اكتشفها المستكشف هيرام بن غرام 1911. ربي يعزك يوتيوبر يونس. عندي قناة الكلام الجميل، يوتيوبر أحمد بيقول مساء الخير يا برنس. مساء الفل يا يوتيوبر أحمد. قال هي مدينة ماتشو بيتشو في بيرو، تلقب بالقلعة الضائعة، واختفت بين السحب على قمم جبال كوزكو جنوب غرب بيرو لقرون، وهي مدينة مدهشة بتعكس عبقرية الهندسة القديمة. تحياتي لك يا برنس والآل البيت الكبير، وتحياتنا ليك يوتيوبر أحمد وربي يعزك. عندي قناة نصائح عامة، يوتيوبر نصائح عامة، قالت مدينة ماتشو بيتشو مدينة مذهلة، مدينة واقعة بين الغيوم، واكتشفها العالم هرام 1911. أتمنى الإجابة تكون صح. أكيد صح يا ست الكل. تحياتي لحضرتك وأهل البيت الكبير، وتحياتنا ليكي يوتيوبر نصائح عامة. اللهم بلغنا وإياكم ليلة القدر، اللهم امين. جمعة مباركة علينا وعليكي يا ست الكل. عندي قناة عالم الشورتس، يوتيوبر مصطفى من المغرب، قال هي مدينة ماتشو بيتشو أو القلعة الضائعة، وتعني كلمة ماتشو بيتشو باللغة الإنكية قمة الجبل القديمة، وتم بنائها من قبل شعب الإنكا في القرن 15. وتقع هذه المدينة في كوسكو في البيرو بين جبلين من سلسلة جبال الإنديز. ربي يعزك يوتيوبر مصطفى. فيف ماروك برضو يوتيوبر مصطفى من المغرب، قال مدينة ماتشو بيتشو تعد واحدة من أعظم المواقع التاريخية في العالم، وكانت تستخدم كمركز روحي وإداري من قبل إمبراطورية الإنكا، وتعد رمزا لتاريخ وثقافة بيرو. تم بناء هذه المدينة في القرن ال15. عندي بعد كده قناة مروة فتحي بنت عز، يوتيوبر مروة، قالت أمريكا اللاتينية يا أستاذ إبراهيم، وقالت دماغي، وضحكت تضم ضحكتك مروة. الإجابة طبعا هي القلعة الضائعة أو ماتشو بيتشو. آه، فعلا هي مدينة أثرية مذهلة تقع فوق قمم جبال الإنديز، وبيرو بأمريكا الجنوبية. كلمة صعب مش مش هتكفي، ولا مش عارف. قالت كلمة صعب مش هتكفي تقريبا، وضحكت ضحكة حلوة كده، وقالت استاذ ابراهيم هو ليه كل الناس بتحل بسهوله، انا عاوز ابقى شاطره كده. سؤال جميل جدا 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 خالص، لانه فعلا تعبت بالحل، بس شكرا والله لحضرتك. الشكر لله سبحانه وتعالى. مروه. قناه لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز برنسيس الدراما هي قالت هي مدينة ماتشو بيتشو، وهي مدينة أثرية مذهلة تابعة لحضارة الإنكا، بنيت في القرن ال 15 على ارتفاع 2430 متر فوق سطح البحر في جبال الانديز ببيرو. تعرف بالمدينة الضائعة، وتتميز بهندستها الحجرية الدقيقة، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو ومن عجائب الدنيا السبع. ومساء الفل والياسمين عليك يا برنس، مساء العسل والسعادة والحليب والقشطة يوتيوبر لبنى. عندي بعد كده قناة سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برنسيسة الجزائر، بتقول ما شاء الله منور أطيب خلق الله. ربي يعزك سهام. صاحب أجمل محتوى تثقيفي، فوزير عم محروس اللي بيسافر بينا حول العالم من بلد لبلد. يا ريت أسافر معاكم. الإجابة قالت مدينة ماتشو بيتشو الملقبة بالمدينة الضائعة تقع في البيرو، وهي من العجائب. شرحك كفاية أطيب خلق الله
شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيب وانت طيبة يا سهام، وكل أهل بيت الليلة العيلة الكبير، ربنا يعزك ويبارك فيك. قناة كروشيه ويوميات أم عبده، يوتيوبر أم عبده، بتقول ماتشو بيتشو هي مدينة أثرية شهيرة تقع في جبال الإنديز في دولة بيرو على ارتفاع يقارب 2430 متر فوق سطح البحر. بناها الإنكا في جبال بيرو القرن ال15. ظلت مخفية قرون حتى تم اكتشافها عام 1911، وبتعد اليوم من أشهر المواقع الأثرية في العالم. يعطيك الصحة على هذه المعلومات التي نستفيد منها. ربي يبارك فيك يوتيوبر أم عبده، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم يا رب. عندي قناة مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها ملكة القلوب، قالت تحياتي لك يا برنس البرنسس، دايما منورنا بطلتك الغالية علينا، ربي يبارك فيك مها. المكان هو مدينة ماتشو بيتشو، هي مدينة أثرية وبنيت في القرن ال15 فوق سطح البحر على ارتفاع 2430 متر، وهي تابعة لحضارة الإنكا، ومعروفة باسم المدينة الضائعة، وتتميز بشكلها الهندسي الحجري، وبتستخدم كمركز روحي وإداري، وهي بتعد من عجائب العالم، وهي أيضا مركز للتاريخ والثقافة. يا رب أكون أصبت يا كينج، دايما بتصيبي صح يوتيوبر مها. عندي قناة وصفات مفيدة مع مروة، يوتيوبر مروة، بتقول منور يا برنس. والله انت اللي منوراني يا مروة. والله الإجابة هي ماتشو بيتشو أو القلعة الضائعة بأمريكا اللاتينية، وهي مدينة أثرية مزهرة. شكرا يوتيوبر مروة، ربي يبارك فيكي. عندي قناة بقى مروة بنت عز، يوتيوبر مروة، قالت تحياتي لك يا برنس والأهل البيت الكبير، وتحياتي ليكي مروة. سؤال جميل جدا 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 خالص، هو بس انه بعيد شويه. بعيد فين؟ ده قريب قوي. طبعا ماتشو بيتشو او القلعه الضائعه هي مدينه اثريه مذهله. شكرا جدا على المعلومات التاريخيه الجميله، ربي يبارك فيك يوتيوبر مروه. ويلا بينا نشوف له قنواتكم، يلا بينا. وجه ميعادنا دلوقتي مع فزورتنا بتاعت النهارده. المكان بتاعنا النهارده موجود في قارة آسيا، تم بناؤه من حوالي 900 سنة. بناه ملك قوي عشان يعمل أو يكون معبد عظيم. المكان ليس مجرد معبد، بل ده مجمع ضخم جدا من المباني والمساحات، بيحيط به خندق مائي ضخم لحمايته. بيضم ايه بقى المكان؟ ابراج عاليه، ممرات طويله، نقوش دقيقه جدا. النقوش دي بتروي ايه؟ معارك قديمه واساطير وحياه الناس في هذا العصر. الغريب ان المكان ده كان مركز حضاره قديمه، وبعدين تم تركه فجاه، والغابات غمرت اجزاء منه، حتى ظن البعض انه مدينه مفقوده. لكن عندما أعيد اكتشافه أصبح واحدا من أشهر المعالم السياحية في العالم، والنهاردة بيزوروا ملايين الناس كل سنة، ويعتبر حتى الآن أكبر مبنى ديني تم بناؤه في التاريخ. بدأ بناء المعبد ده سنة 1113 ميلاديا، واللي بناه الملك سوريا فرمان الثاني. أراد أن يكون معبدا ومقبرة ملكية له، كان مخصص في البداية لعبادة الإله فيشنو. استغرق بناء هذا المعبد عشرات السنين، وبيعتقد ان اكثر من 300 الف عامل والاف الحرفيين شاركوا في بناء هذا المعبد. وصلتوا للحل؟ يا ترى اسم المكان ده ايه، او اسم المعبد الضخم اللي بيعتبر اكبر مبنى ديني في العالم ايه؟ اكتب اجابتك حالا في التعليقات، وبكره نعرف الحل، ومع فزوره جديده من فوازير عم محروس حول العالم.